السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم بكل خير وعافية. وش حالكم؟ عساكم طيبين. بشرونا عنكم وعن أوضاعكم. ربكم بخير وفي خير وإلى خير يا رب العالمين. الله يجعلكم بخير وعافية يا رب العالمين. والمعذرة منكم على البطاء، وقال المثل مبطى منجر. والله عفاكم. اليوم عندي لكم قصة وقصيدة لمحيا بن رباح العتيبي. محيا بن رباح طول الله عماركم والسلامة، رجال على قد حاله وكريم والله ربنا وربه، ورجال لجاه الضيف ما راح الا بكرامته، وعنده حلال ولكن الحلال ما هو بله، الحلال لمرته. وكل ما جاه ضيف طول الله عماركم والسلامة سحب من حلال امرته وذبح، وامرته طول الله عماركم والسلامة تصيح: خلصت حلالنا، فعلت وتركت. والضيوف يسمعونها بعض المرات وهو ينحرج. يوم جاء يوم من الايام طول الله عماركم والسلامة ويجون ضيوفنا اجناب وبعيدين خطوة عن محيا بن رباح، وقلطهم في الشق. ويوم قلطهم طول الله عماركم والسلامة قال: انا لو اذبح لهم عنز من ذا المعزاء. طقت بالصايح ونقدتني عندهم. وش الحل يا ربي؟ ويخطر على باله حيلة. قال: اسمعي يا مره، الضيوف اجناب وبعيدين خطوة، ولو ذبحت لهم من ذا المعزة بتقوم تضابح العنز، بيسمعون صوتها بتنقدنا عندهم. لكن هو عمه وابو مرته كريم وراعي طيب وراعي علم غانم، لكن ما ادري وش عرق ذي المرة منين جاها. المهم قال: روحي لعمي وقولي له محيا يسلم عليك وعنده ضيوفنا جناب، ولو يذبح من المعزة اللي عنده العنز بتقوم تضابح، ولا ضابحت العنز بيسمعونها وبتنقده عندهم. هو من يقصد بالعنز؟ يقصدها هي. قالت: ابشر. وراحت لابوها، ويوم وصلت ابوها: سلام عليكم السلام، وش الحال وطاب الحال؟ قال: الله حيا. وش علومش يا مرة؟ قالت: علومي محيا جايه ضيفان اجناب وبعيدين خطوة، والرجال يقول لو ذبح من المعزة اللي عنده العنز بتقوم تضابح وبتنقده عندهم، بيسمعون صوتها وتنقده عندهم. ابوها يدري ان محيا كل ما جاء ضيف وذبح قامت تصيح المرة. قال: يا حياش الله، انتي وصلتي ذا الحين ولا عاد فيش من راح ثاني مرة، اجلسي هنيا ومحيا يدبر نفسه. عز الله محيا خذ من الحلال حقها وذبح له عنز وطبخها عند جيرانه وغدا ضيفانه. ويوم غداهم وخلص، وابو البنت يرسل عليه مرسول قال: يا محيا، انت كريم وابن حلال ووجودي وعلمك غانم، والله بلاك في مرة قشرة ولا لها في الكرم درب، لكن طلقها وخلفها عندي. عز الله وصل المرسال لمحيا، ويوم وصل المرسال لمحيا فطلقها. ابو البنت زوجها اختها جميلة وكريمة وماخذة من وصايف ابوها ما لذ وطاب، يعني عكس اختها بالتمام. ويوم قد هي عنده وبعد زواج محيا طال عماركم والسلامة باسبوعين وهو يرسل على عمه مرسول قصيدة قال فيها: الله خلقني واعتنى بي من الضيق والفقر، عن سلم العرب ما حداني، ما قد طراح مني ضيفي على الريق، ولا شان وجهي يوم شان الزماني، والله رماني في خيار المطاليق اللي عطيته عنز وهو عطاني. يقصد الأول. والله رماني في خيار المطاليق اللي عطيته عنز وهو عطاني اللي به كثير الذهب سيك،
بنت الشيوخ اللي تعز العواني. الله موفقها على الخير توفيق، لا غبت عنها، لا غبت عن بيتي، عليها الأماني. الله الله. وصلت القصيدة لأبوها ودرى ان محيا مرتاح وفي خير وعافية. الله الله.